السلام عليكم. هنشتغل النهاردة طاقية كروشيه موديل جديد اشتغلتها بخيط إليزا فوريفر. هي فكرة وجتلي وحبيت أنفذها معاكم. جربت أنواع كتير من الخيوط ومقاسات الإبر لغاية لما وصلت للنتيجة اللي أنا حباها مع شكل الغرزة. أنا متأكدة أنها هتعجبكم وهتحبوا تعملوها وتهادوا بيها أصحابكم وحبايبكم، لأن أنا برضو عاملاها هدية لواحدة غالية عندي قوي. هنبدأ الطاقية مع بعض. هنجيب طرف الخيط، هنجيبه الناحية دي، والخيط اللي خارج من بكرة الخيط نفسه هيبقى في ايدنا اليمين، وهنلفه على صبعنا كده. تمام. وبعدين هندخل من تحت ونسحب الخيط من فوق ونعمل دايرة سحرية. طرف الخيط زي ما قلنا قبل كده هو اللي بنضيق بيه الدايرة السحرية، والخيط اللي خارج من البكرة هو اللي بنشتغل فيه. تمام. بقى معانا الحلقة السحرية. هنيجي هنا وهنشد شوية ونضيق الحلقة اللي معانا. تمام. وهنطلع سلسلة وكمان سلسلة، سلسلتين، وهنلف وهندخل جوه الدايرة السحرية وهنشتغل عمود كده 2. هنشتغل جوه الدايرة السحرية 12 عمود. اول سلسلتين اشتغلتهم مش هنحسبهم عمود معانا، احنا بنحسب من اول عمود اشتغلناه. كده بقى معايا 3 عواميد، 4 هكملهم 12 عمود. طيب بعد ما كملتهم 12 عمود هجيب طرف الخيط وهسحب، هقفل الدايرة السحرية اللي معانا هنا، هضمها كده خالص. تمام. وهروح عند اول عمود اشتغلته معانا هنا وهدخل فيه وهشتغل غرزة منزلقة. تمام. وهطلع في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وهشتغل 1 2 سلسلتين، وهدخل في نفس المكان وهشتغل عمودين 1 2. واللي جنبيه كمان هنا عمودين، هشتغل في كل غرزة عمودين، يعني هيبقى معايا 24 عمود في اخر السطر. كمان هنا عمودين وهكملهم كل غرزة هشتغل فيها عمودين لاخر السطر. السطر بقى معايا 24 عمود. هدخل في اول غرزة كانت معانا هنا دي وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهطلع سطر جديد هشتغل سلسلتين وهدخل في نفس المكان وهشتغل عمود 1. والغرزة اللي جنبيها هدخل فيها واشتغل عمودين 1 2. واللي بعديها هشتغل فيها عمود 1، واللي بعديها غرزتين 1 2. واللي بعديها عمود 1، واللي بعديها غرزتين 1 2. هشتغل السطر كله مرة عمود 1 ومرة غرزتين لغاية اخر السطر. اخر السطر هيبقى معانا 36 عمود. خلصت السطر كده بقى معايا اخر عمود. هنا دي اخر غرزة هشتغل فيها عمودين 1 2. عشان نتأكد ان احنا شغالين صح لازم اخر غرزة معانا بيكون فيها عمودين. تمام. وهندخل في اول غرزة معانا هنا دي وهنشتغل فيها غرزة منزلقة. هنطلع كده بقى معانا هنا 36 عمود. هنطلع 1 2 وهندخل في اول غرزة من هنا وهنشتغل فيها عمود 1، واللي بعديها هنا هنشتغل فيها عمود 1، واللي بعديها هنشتغل فيها عمودين 1 2. واللي بعديها هنا عمود 1 1 وبعدين 2 1 2 2.
عمودين في نفس المكان. تمام، عمود واحد وعمود واحد، واللي بعديها عمودين في نفس المكان، واحد اتنين. هكمل السطر كله وفي الاخر هيبقى معانا 48 عمود. طيب انا كده خلصت السطر اللي بعمله دلوقتي. انا معايا هنا 48 عمود، واشتغلت في اخر غرزة هنا عمودين مع بعض، وهدخل في اول غرزة هنا وهقفلها غرزة منزلقة، وهطلع واحد اتنين سلسلتين، وهلف وهدخل في نفس المكان وهشتغل عمود واحد، واللي بعديه هنا كمان عمود واحد، واللي بعديه كمان هنا عمود واحد، وبعدين هشتغل عمودين في نفس المكان. يعني بشتغل 3 عواميد وبعدين عمودين مع بعض، 3 عواميد وبعدين عمودين مع بعض. ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين هاجي هنا هشتغل عمودين مع بعض، واحد اتنين. هكمل السطر وفي الاخر هيبقى معانا 60 عمود. خلصت السطر اللي معايا، هقفله دلوقتي هنا في اول غرزة، وكده معايا 60 عمود. هطلع سطر جديد واحد اتنين، وهشتغل في نفس المكان هنا غرزة عمود واحد، وكده اللي بعديه كمان هنا كده اتنين، كده تلاتة، أربعة. تمام، 4 عواميد، وبعدين الغرزة اللي عليها الدور هنا هشتغل فيها غرزتين عمود مع بعض، واحد اتنين في نفس المكان، تزايد يعني. تمام، يعني اشتغلت 4 عواميد وبعدين غرزتين تزايد مع بعض، وبعدين هشتغل بعد كده 4 عواميد وبعدين غرزتين تزايد. طيب السطر ده في الاخر هيبقى معايا كام غرزة؟ هيبقى معايا 72. كان معايا تحت 60 وزودت 12 بقوا 72. السطر اللي بعديه هيبقى 5 عواميد غرزتين تزايد، والسطر كله هيبقى هنزود على ال 72 12 هيبقى 84، والسطر اللي بعديه برضو هيبقى مضاعفات ال 12. كل مرة هنزود 12 واحنا بنشتغل، وكل مرة بنطلع. يعني انا معايا هنا 4 عواميد غرزتين تزايد، السطر اللي بعديه هيبقى 5 عواميد غرزتين تزايد، السطر اللي بعديه هيبقى 6 عواميد غرزتين تزايد. تمام، انا هكمل شغل في الدايرة لغاية لما يبقى معايا 12 عمود غرزتين تزايد. تمام، وهرجع لكم تاني. انا دلوقتي اشتغلت الدايرة زي ما احنا شايفين، بقى معايا 12 عمود غرزتين تزايد، 12 عمود غرزتين تزايد. تمام، لو جينا نشوف قطر الدايرة اللي معانا اللي هنقيسها بالمزورة هنلاقيها حوالي 18 سنتي. تمام، زي ما احنا شايفين 18 سنتي. طيب عدد الغرز اللي معانا هتلاقيها 168 غرزة. تمام، طيب انا عايزة اشتغل دلوقتي تزايد علشان خاطر اظبط العدد اللي معايا هنا علشان نشتغل الغرزة دي. فعشان نشتغل الغرزة دي مضاعفات 16، لازم يبقى كل الغرز اللي معانا العدد بتاعها يقبل القسمة على 16. تمام، طيب 168 ما تقبلش القسمة على 16، فاحنا هنزود 8 غرز علشان يبقى معانا 176 غرزة. 176 غرزة على 16 تطلع 11، فده الرقم ده هينفع نشتغل عليه. تمام، فانا هبدأ ازود دلوقتي في عدد الغرز اللي معانا هنا في الدايرة، بحيث ان احنا يبقى معانا 176 غرزة، فاحنا هنزود 8 غرز بس. فانا هديكوا دلوقتي هعلم في الدايرة دي اماكن التزايد اللي احنا هنزودها علشان الباترون يطلع معانا مظبوط، ونعرف نضيف الغرزة دي معانا على الطاقية. فاحنا هنعلم دلوقتي اماكن التزايد بعلامات الغرز. احنا معانا هنا 12 غرزة تزايد، فاحنا هنعلم هنا
لو احنا شايفين هما بيبقوا واضحين معانا. هنيجي عند غرزة التزايد اللي معانا هنا دي، كان معانا هنا 2 اهي، هندخل فيها، هنعلم فيها هنا كده 1، هنزود في 4 اماكن، ودي الغرزة التانية اللي احنا هنعمل فيها تزايد، ودي الغرزة التالتة اللي هنعمل فيها تزايد. تمام، ودي الغرزة الرابعة اللي هنعمل فيها تزايد. تمام كده 4 غرز هنعمل فيهم تزايد من هنا. طيب وهنسيب 2، 1 2 دول الغرزتين دول التزايد، الاتنين دول هنسيبهم، وهنروح عند التزايد اللي هو التالت هنا وهنشتغل فيه، هنعلم تزايد برضو. تمام، واللي بعديها هنا دي هنعلم فيها برضو تزايد، وهنا برضو غرزة تزايد هنعلم فيها ونشتغل تزايد، واخر واحدة معانا هنا كانت تزايد. تمام زي ما احنا شايفين كده، هنعمل تزايد هنا وهنا وهنا وهنا، وهنسيب 2، وبعدين هنرجع نعمل هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى احنا كده زودنا ال8 غرز. احنا واحنا بنشتغل الغرزة دي كمان عايزة اقول لكم ان هي واحنا بتشتغلها اشتغلنا 16 زائد 5. تمام، لان احنا كنا بنبدأ وبننهي، لكن لما هنشتغل الغرزة من غير بداية سطر ونهاية، يعني لو اشتغلناها زي ما احنا شايفين كده مقفولة، داير ما يدور كده ومقفولة معانا خالص. تمام زي ما احنا شايفين، لو هنعملها جوانتي مثلا او هنعملها طاقية ما بنزودش 5، بنشتغل مضاعفات ال16 بس، ما بنزودش 5. تمام، فهنشتغل دلوقتي سطر تزايد، هنيجي عند الاماكن اللي انا معلماها هنا دي هنشتغل غرزتين تزايد، واللي مش متعلمة هنشتغل فيها غرز عادية خالص. تمام، انا كده دلوقتي اشتغلت السطر اللي هو كان فيه تزايد، بقى معايا هنا زي ما احنا شايفين كده انا كاتباهم 176 غرزة كده. دلوقتي الدايرة اللي معانا هنقدر نشتغل عليها الغرزة اللي معانا دي. تمام، هنبدأ نشتغلها مع بعض. نشتغل في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه سلسلة، وهننزل في نفس المكان وهنشتغل غرزة حشو. تمام، وهناخد 1 2 3 4 5 سلاسل. تمام، وهنعد 1 2 3 وهننزل في الغرزة رقم 4 وهنشتغل هنا غرزة حشو، وبعدين هناخد 1 2 3 4 5 وهنسيب 1 2 3 وندخل في الغرزة رقم 4 وهنشتغل فيها غرزة حشو. نكمل السطر كله كده بنفس الطريقة، 5 سلاسل ونسيب 3 عواميد وندخل في العمود رقم 4. طيب تمام، انا كده خلصت السطر خلاص، ومعايا اخر غرزة هنا اشتغلت 5 سلاسل، وبعدين هسيب 1 2 3 وهدخل في الرابعة اللي هي كانت اول سلسلة غرزة، كانت اول غرزة حشو معايا بدأت بيها السطر، هدخل فيها وهسحب غرزة منزلقة. تمام، انا معايا دلوقتي الفراغات دي اللي هي 5 سلاسل غرزة حشو، انا دلوقتي معايا هنا 44 فراغ اللي احنا شايفينهم دول، لو عدناهم داير ما يدور الدايرة هنلاقيهم 44 فراغ. تمام، هنطلع دلوقتي اول سطر هنا في الغرزة اللي احنا شايفينها دي، هنشتغل انا سحبت غرزة منزلقة في غرزة الحشو اللي كانت معانا، هندخل في اول فراغ هيقابلنا هنا
هندخل جواه وهنسحب غرزة منزلقة وهنسحب، وبعدين هنطلع 1 2 3 3 سلاسل وهندخل في نفس المكان وهنشتغل 1 2 3. تمام. طيب ال3 سلاسل اللي انا بدأتهم الاول دول يعتبروا اول عمود، واشتغلت كمان 3 عواميد، يبقى كده بقى معايا 4 عواميد. خلاص هشتغل دلوقتي سلسلتين وهدخل في نفس المكان وهشتغل كمان 4 عواميد، 1 2 3 4. تمام. وهروح عند الفراغ اللي بعديه وهدخل فيه وهشتغل غرزة حشو. هاخد دلوقتي 1 2 3 4 5 وهنزل في الفراغ اللي عليه الدور هنا وهدخل فيه وهشتغل غرزة حشو. هاخد كمان 1 2 3 4 5 وهروح عند الفراغ اللي بعديه هنا ده وهشتغل فيه غرزة حشو. تمام. من نفس المكان اللي انا واقفه فيه هلف الخيط على الابره وادخل في الفراغ اللي عليه الدور وهشتغل فيه هنا 4 عواميد، 1 2 3 4. وبعدين هاخد 1 2 سلسلتين وهلف نفس الفراغ وهشتغل 4 عواميد، 2 3 4. وهروح عند الفراغ اللي عليه الدور هنا وهدخل فيه وهشتغل غرزة حشو وهاخد 1 2 3 4 5 وهنزل في الفراغ اللي عليه الدور وهشتغل فيه غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 وهروح عند الفراغ اللي عليه الدور وهشتغل فيه هنا غرزة حشو. تمام كده بقى معايا 2. خلاص هلف وهروح عند اول فراغ هنا وهشتغل فيه 4 عواميد، 1 2 3 4. وبعدين هاخد سلسلتين 1 2 وهلف وهشتغل في نفس المكان 4 عواميد كمان، 2 3 4. تمام. وهقفلهم في الفراغ اللي عليه الدور وهكمل السطر كله بنفس التكرار. تمام. طيب تمام، انا كده اشتغلت السطر اللي احنا قلنا عليه. معايا هنا 5 سلاسل غرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو، وهروح اقفلهم في اول السطر. نقرب التصوير شوية احسن. كنت اشتغلت هنا 3 سلاسل بداية، هدخل فيهم هنا في السلسلة رقم 3 وهسحب غرزة منزلقة. تمام. طيب دلوقتي السطر اللي بعده انا المفروض هقفل ال4 عواميد اللي معايا هنا زي ما احنا شايفين كده في الغرزة. تمام. فهطلع 1 سلسلة واحدة وهدخل في نفس المكان وهشتغل عمود كده ومش هقفله، واللي بعديه هنا كمان عمود وهسيبه على الإبرة، وكمان عمود كده. بقى معايا 3 كده. العمود الرابع تمام كده. بقى معايا اهو 5 حلقات على الإبرة وهسحب واقفلهم كلهم مع بعض. تمام. وهدخل في الفراغ اللي هو كان السلسلتين اللي في النص وهشتغل فيهم 4 عواميد، 1 كده 2 3 4. وهدخل على ال4 عواميد اللي معايا هنا دول وهشتغل فيهم. هاخد اول عمود هنا هقفله
واللي بعديه هشتغله كده هسيبه على الإبرة، واللي بعديه كمان. تمام، وده آخر عمود معانا هدخل فيه وهسحب كده. معانا 5 حلقات على الإبرة وهقفلهم مع بعض. هاخد 1 2 3 4 5 وهروح عند أول فراغ هيقابلني هنا. تمام، هدخل فيه وهشتغل غرزة حشو، وبعدين هاخد 1 2 3 4 5 وهروح عند الفراغ اللي بعديه هنا وهشتغل فيه هنا غرزة حشو، وبعدين هاخد 1 2 3 4 5 وهلف وهدخل على ال4 عواميد اللي معانا هنا وهقفلهم مع بعض. ده اول عمود معانا هدخل هنا. تمام، والعمود اللي بعديه كده 3 وهدخل في اخر عمود وهشتغل فيه هنا كده وهسحبهم مع بعض. هلف وهدخل في الفراغ وهشتغل فيه هنا 4 عواميد 2 3 4 هدخل على ال4 عواميد اللي معانا. تمام، وهشتغل ده اول عمود هدخل فيه هنا وهسحب عمود وهسيبه على الإبرة مش هقفله، واللي بعديه تمام كده 3 4 وهسحب واقفلهم مع بعض، وهاخد 1 2 3 4 5 وهروح عند اول فراغ هيقابلني هنا وهشتغل فيه غرزة حشو، وبعدين هاخد 1 2 3 4 5 وهدخل هنا وهشتغل غرزة حشو، وبعدين هاخد 1 2 3 4 5 وهكمل السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. طيب، عايزة بس اقول لكم ان احنا قبل ما اكمل السطر انا معايا من الورقات دول 11 ورقة. تمام، لو عديناهم علشان يبقى العدد بس مظبوط معانا هنلاقيهم 11، فنعد واحنا بنشتغل علشان خاطر في الاخر يطلع الشغل معانا مظبوط. هكمل بقية السطر زي ما اشتغلنا كده بالظبط وارجع لكم تاني. تمام كده خلصت السطر زي ما قلنا، وبقى معايا هنا 5 سلاسل هقفلهم هنا في اول غرزة كانت معانا. كنا اشتغلنا 4 عواميد وقفلناهم مع بعض. هندخل في اول غرزة هنا، الغرزة اللي كنا قافلين فيها ال4 عواميد مع بعض، وهندخل فيها وهنسحب وهنشتغل غرزة منزلقة. تمام، طيب الغرزة اللي بعديها هندخل فيها وهنشتغل برضو فيها هنا غرزة منزلقة. تمام، طيب انا دلوقتي معايا هنا 4 عواميد هقفلهم مع بعض، ال4 عواميد اللي في النص هقفلهم مع بعض زي الغرزة دي كده، هقفلهم سوا من هنا كده. طيب هطلع 1 2 3 تمام، وهروح عند العمود اللي عليه الدور وهشتغل فيه عمود مش هقفله، هسيبه على الإبرة، وكمان العمود اللي جنبيه. تمام، والعمود اللي عليه الدور كده 3
كده 4 عواميد. هدخل وهسحب ال4 مع بعض وهقفلهم. تمام. وهاخد بعد كده 1 سلسلة 2 3 4 5 5 سلاسل، وهروح اقفلهم هنا عند اول فراغ هدخل فيه وهسحب وهقفل بغرزة حشو. طيب هبدأ اكون ورقة تانية في النص هنا، في الفراغ اللي في النص هنا زي دي، هتكون في النص بين الاتنين دول، هتبقى واحدة في النص هنبدأ نكونها. طيب هنلف وهندخل على طول هنا في الفراغ ده وهنشتغل 4 عواميد. 1 2 3 4 وبعدين سلسلتين وهننزل في نفس المكان وهنشتغل 4 عواميد كده. 2 3 4. تمام. وهنقفلهم في الفراغ اللي عليه الدور، هندخل ونقفل. تمام. وهناخد 1 2 3 4 5 5 سلاسل، وهنروح على طول عند ال4 عواميد اللي في النص هنا. تمام. وهنقفلهم سوا، شايفينهم اهم، 1 2 3 4. تمام. ده اول عمود معانا. تمام. هندخل هنا في الحلقة اللي فوقيه وهنبدأ نقفل علشان تطلع مظبوطة. ده اول عمود اهو، هندخل فيه هنا وهنسحب، واللي جنبيه برضو وهنسيبه على الإبرة كده. 3 كده 4. ونقفل بقى معايا كده 5 حلقات على الإبرة، نقفلهم كلهم مع بعض. تمام. بقيت بالشكل ده كده. خلاص. هاخد دلوقتي 1 2 3 4 5 وهروح عند الفراغ ده وهدخل فيه وهشتغل غرزة حشو، وهلف الخيط على الإبرة وهروح على طول عند الفراغ اللي عليه الدور. تمام. وهدخل وهشتغل فيه هنا 1 2 3 4 وبعدين هاخد سلسلتين وهنزل في نفس المكان وهشتغل 1 2 3 4 وهروح اقفلهم على طول في الفراغ اللي معانا هنا ده، وهاخد 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وهروح اقفل برضو هنا ال4 عواميد اللي معانا. تمام. ده اول عمود معانا اهو. تمام. هدخل هنا في الحلقة اللي فوقيه ونقفل، واللي بعديه هنا كده 2 3 كده 4 وهنقفل ال5 حلقات مع بعض وهنكمل السطر بنفس الطريقة لغاية نهاية السطر. طيب انا خلصت السطر دلوقتي وبقى معايا هنا 5 سلاسل هقفلهم في اول غرزة كنت قفلت بيها ال4 عواميد اللي كانوا معانا تحت، هدخل فيها. تمام. وهسحب غرزة منزلقة. خلاص. طيب انا كنت قلت ان معانا هنا الورقات دي كانوا 11. خلاص. والورقات الجديدة اللي اتكونت معايا هنا دي برضو 11، يعني انا هيبقى معايا 22 عمود زي اللي احنا شايفينهم دول. تمام. يعني زي اللي احنا شايفينها دي كده 1 2 3 كده، هيبقى معانا 22 واحدة. خلاص.
السطر هنطلع السطر الجديد. انا قفلت كده هنا السطر، همشي في الغرزة اللي معايا دي عشان اوصل للجزء اللي هطلع منه سطر جديد. هدخل في الغرزة اللي بعديها اللي عليها الدور هنا، وهشتغل غرزة منزلقة مرة، تمام، وهدخل كمان مرة، تمام، وكمان مرة. همشي 3 مرات غرزة منزلقة، تمام. طيب هطلع دلوقتي سلسلة واحدة وهنزل في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو، تمام. وبعدين ناخد 1 2 3 4 5، وهروح عند العواميد اللي معايا دي وهقفلهم زي لما عملت هنا كده بالظبط. هدخل في اول عمود هنا وهشتغل فيه عمود وهسيبه على الابرة، مش هقفله، واللي جنبيه برضو هنا عمود وهطلع بيه كده واسيبه على الابرة، واللي بعديه برضو، تمام. وده اخر عمود معانا كده. بقى معايا على الابرة 5 حلقات. هسحب واقفلهم كلهم مع بعض وهنزل في نفس المكان هشتغل فيه 4 عواميد. 1 2 3 4، وهاجي هنا على العواميد اللي معايا دي وهقفلها برضو مع بعض. هدخل هنا في اول عمود، تمام، واللي بعديه كده 3، تمام، 4، تمام، وهقفلهم مع بعض وهاخد 1 2 3 4 5 سلاسل وهنزل في اول فراغ هيقابلني هنا وهشتغل فيه غرزة حشو، تمام. وبعدين هاخد 5 سلاسل هيعدوا على الغرزة دي، تمام. هاخد 1 2 3 4 5 وهنروح هنا عند اول فراغ ده وهنشتغل فيه غرزة حشو، تمام. وبعدين هناخد 1 2 3 4 5 وهروح عند العواميد اللي كانت معايا هنا وهدخل فيها وهشتغل 4 عواميد وهقفلهم مع بعض كده. 2 3 4، وهسحب واقفل ال4 عواميد مع بعض وهكمل السطر كله بنفس الطريقة. طيب انا كده خلصت السطر ومعايا 5 سلاسل، تمام. هقفلهم هنا. انا كنت بدأت السطر مشيت 3 غرز منزلقة وبعدين عملت غرزة حشو. هدخل في غرزة الحشو اللي كانت معانا هنا وهسحب وهعمل غرزة منزلقة، تمام. وهبدأ سطر جديد. انا كان معايا هنا 1 2 3 4 5 غرز سلسلة. همشي هنا 3 غرز سلسلة همشي فيهم بغرزة منزلقة. 1 2 3، تمام كده. انا بقيت في النص بالظبط. خلاص هطلع سلسلة وهعمل في نفس المكان غرزة حشو، وبرضو غرزة الحشو دي هي لما نلف السطر ونرجع هنقفل فيها. خلاص. وهاخد دلوقتي 1 2 3 4 5 سلاسل وهلف وهروح على طول عند ال4 عواميد اللي كانوا معانا وهشتغل
فيهم هشتغل على كل عمود هنا عمود ومش هقفله، واللي جنبيه برضو هنا هشتغل عمود ومش هقفله. تمام. والعمود اللي عليه الدور هنا هدخل فيه، واللي بعديه اخر عمود معايا هدخل فيه. تمام. بقى معايا 5 حلقات، هلف واقفل ال5 حلقات مع بعض، وهكمل السطر 1 2 3 4 5، وهدخل في اول فراغ هيجي عليه الدور هنا وهنعمل غرزة حشو. وكان معايا هنا فراغ اتكون في السطر اللي تحت، هبدأ اكون غرزة جديدة، ورقة شجر جديدة. تمام. فهدخل هنا على طول وهشتغل 4 عواميد، 1 2 3 4، وبعدين هاخد سلسلتين وهلف وهدخل هنا وهشتغل 1 2 3 4، وهروح اقفلهم في اول فراغ هيقابلني هنا بغرزة حشو، وبعدين هاخد 1 2 3 4 5 سلاسل، وهروح هنا عند العواميد اللي كانت معانا وهقفلهم. هشتغل في كل عمود عمود ومش هقفله، 1 2 كده 3 4، ونقفلهم كلهم مع بعض. وبعدين هاخد 1 2 3 4 5، ونقفل هنا غرزة حشو، ونروح عند الفراغ اللي اتكون معانا تحت هنا وهنشتغل فيه 4 عواميد، وهنكمل السطر كله بنفس الطريقة. 4 عواميد، سلسلتين، 4 عواميد، 4 عواميد، سلسلتين، وبعدين 4 عواميد، وهنكمل السطر كله بنفس الطريقة. احنا هنكمل تكرار الغرزة زي ما احنا شايفين كده، مفيش فيها اي حاجة جديدة. زي ما احنا بدأنا كده في الاول اشتغلنا 5 سلاسل غرزة حشو، 5 سلاسل، ده كان سطر البداية، وبعدين رجعنا اشتغلنا 4 سطور. هنكرر بنفس الطريقة كده لغاية لما نوصل للطول المطلوب. انا هشتغل دلوقتي الجزء ده لغاية لما يبقى معايا هنا. تمام. هعد كده من هنا، من اول الغرزة بدأتها من هنا. تمام. شايفين من هنا كده، وهعد 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اللي هو ورقات الشجر اللي معانا دول، هشتغل 8. تمام. ولو جينا نقيسهم هنلاقيهم من هنا كده ومن هنا لغاية 8 هنا حوالي 20 سنتي تقريبا. تمام. هكرر لغاية لما يبقى معايا 8 خلاص، وهرجع لكم تاني. يبقى احنا بعد ما عملنا ال8 ورقات زي ما احنا قلنا، تمام، وخلصناهم، طلع معايا تقريبا لو قسنا من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. لو حطينا المزورة هنا وقسنا هيطلع معانا حوالي 20 سنتي زي ما قلنا. تمام. ومن هنا من بداية الطاقية خالص لغاية ما احنا واقفين هنا هيطلع حوالي 30 سنتي، والعرض من هنا حوالي برضو 30 سنتي. تمام. نبدأ نشتغل من هنا الجزء اللي هيبقى من على الراس. هنعد دلوقتي الأول عدد الغرز اللي هيبقى معانا، وهنشوف هنشتغل الجزء ده ازاي. تمام. هنقرب التصوير شوية. هنبدأ الجزء ده هنشتغل على كل الغرز اللي معانا اللي احنا شايفينها دي، هنشتغل عليها غرزة حشو. تمام. هنعمل سطر كامل غرزة حشو. هناخد
من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه، وهنطلع سلسلة واحدة وهننزل في نفس المكان، وهنشتغل اول غرزة حشو واللي جنبيها هنا غرزة حشو. هنشتغل على كل الغرز غرزة حشو. الخيط خلص معانا، هجيب خيط هكمل بيه تمام لغاية اخر السطر، وهنشتغل جوه في السلسلتين هنا، هندخل فيهم وهنشتغل غرزتين حشو عشان كان معانا سلسلتين. نجيب الخيط الجديد وهنا غرزة حشو. في كل الغرز هنشتغل غرزة حشو. هنخلص السطر وارجع لكم تاني. انا خلصت السطر واشتغلت في كل الغرز اللي معايا غرزة حشو، بقى معايا هنا حوالي 250 غرزة تمام. طيب انا دلوقتي مش هشتغل طبعا الجزء اللي هو على الراس 250 غرزة، هنقصهم. فانا هطلع دلوقتي هشتغل غرزة نص عمود، يعني هطلع دلوقتي هنا سلسلتين تمام، وهسيب غرزة واشتغل في اللي جنبيها غرزة نص عمود، وبعدين هسيب واحدة، هسيب غرزة واشتغل في اللي جنبيها هنا غرزة نص عمود، واسيب غرزة واشتغل في اللي جنبيها هنا غرزة نص عمود. كل مرة هسيب غرزة واشتغل في اللي جنبيها هنا غرزة نص عمود تمام. هكمل السطر كله بنفس الطريقة. خلصت السطر كله، اشتغلت غرزة نص عمود واسيب غرزة نص عمود واسيب غرزة. دلوقتي بقى معايا 125 غرزة في السطر ده. طيب السطر الجديد هنشتغل دلوقتي داير ما يدور، يعني مش هنقفل بعد كده السطر خلاص. فهنعلم السطر اللي معانا بالعلامة تمام علشان نعرف احنا بادئين منين. هنشتغل دلوقتي 10 سطور تمام. هناخد دلوقتي هنا هاخد سلسلتين تمام، دول يعتبروا اول غرزة نص عمود، وهنلف الخيط على الابرة وهنروح نشتغل في السرد لوب. يعني ايه سرد لوب؟ يعني انا معايا هنا اللي هو الحلقتين اللي معانا هنا دول بتوع السلسلة اللي هي بداية السطر تمام. الاتنين دول شايفينهم، انا مش هشتغل فيهم، انا هروح اشتغل في الحلقة اللي هي في الظهر من هنا. يعني احنا معانا الشغل اتنين مع بعض هنا اهم، لكن لو لفينا ظهر الشغل هنلاقي في كمان حلقة هنا في الظهر، شايفينها؟ الحلقة اللي في الظهر دي هي اللي احنا هنشتغل فيها تمام. دي هندخل فيها غرزة نص عمود تمام. ليه هنشتغل هنا؟ علشان غرزة النص عمود لو اشتغلناها في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب دي هتبرم معانا، يعني هنلاقي الطاقية بدأت تبرم كده الناحية التانية. فانا هشتغل في الغرزة اللي هي سرد لوب اللي في الظهر دي تمام علشان تطلع معانا مظبوطة خلاص. فهلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية من هنا، وهشتغل غرزة نص عمود وهلف الخيط واروح عند الغرزة اللي بعديها وهدخل فيها هنا وهشتغل نص عمود، واللي بعديها نص عمود، واللي بعديها نص عمود. هنكمل السطر كله هنشتغل نص عمود في الحلقة الخلفية او السرد لوب تمام. اهي في الحلقة التالتة تمام. وطبعا هنلاقي الحلقتين اللي هم بتوع السلسلة بدأوا يبقوا بارزين معانا كده من قدام
تمام. وطبعا لما هنشتغل كام سطر هيبان شكل الغرزة اللي انا بعملها دي، وهتبقى قد ايه شكلها جميل قوي. تمام. هكمل السطر كله، وهنيجي لغاية لما نيجي هنا عند بداية السطر، وهنشوف هنحط العلامة ازاي ونقفل ونبدأ سطر جديد. اشتغلت دلوقتي سطر غرزة نص عمود في الحلقة اللي في الظهر. تمام. ودي معايا هنا اخر غرزة، لسه معايا 2 1، ودي كمان 2. تمام. طيب طول السلسلتين اللي كانوا معانا في البداية خالص، تمام، هلف وهشتغل في، كنا عاملين سلسلتين، هشتغل في السلسلة رقم 2 دي، هدخل فيها كده عادي وهشتغل فيها نص عمود. تمام. لان انا مش هقفل السطر، هكمل على طول. تمام. وهروح اجيب العلامة وهعلم الغرزة دي عشان ابقى عارفة ان دي بداية السطر الجديد. تمام. وابقى عارفة انا هشتغل كام سطر. خلاص. طيب هروح عند الغرزة اللي عليها الدور، وهشتغل برضو في السرد لوب او الحلقة الخلفية، وهلف وهدخل، هسيب الفرونت اللي قدام دي والباك، وهدخل في الحلقة اللي في ظهر الشغل، وهسحب وهعمل غرزة نص عمود، وهروح عند اللي عليها الدور هنا وهشتغل فيها غرزة نص عمود، وبعدين اللي عليها الدور هنا وهشتغل فيها غرزة نص عمود، كمان دي غرزة نص عمود. تمام. هنا غرزة نص عمود. هكمل السطر كله. تمام. زي ما احنا شايفين بدأت برضو الغرز تبقى بارزة معانا من قدام كده. تمام. هكمل السطر كله وارجع لكم تاني. وخلصت السطر. تمام. وجيت هنا عند اخر غرزة معانا، وهندخل في الحلقة الخلفية. تمام. ومعايا هنا العلامة، وكان معايا هنا غرزة نص عمود، هاجي اشتغل فيها على طول في الحلقة الخلفية. تمام. اللي في ظهر الشغل، وهدخل فيها وهشتغل نص عمود، وهعلم المكان اللي انا واقفة فيه عشان ابقى عارفة عدد السطور، وهلف وهدخل في الحلقة الخلفية نص عمود، وكمان هنا الحلقة الخلفية نص عمود. طيب انا تمام هشتغل الغرزة اللي معانا دي. تمام. هشتغل يعني حوالي 10 سطور. طيب احنا كده خلصنا ال10 سطور اللي قلنا عليهم. اشتغلت في الحلقة الخلفية لغاية لما خلصنا. زي ما احنا شايفين طلع شكلها جميل، ومفيش علامة في النص بداية او نهاية السطر، اشتغلتها كله داير ما يدور. وكده الطاقية بتاعتنا تكون خلصت، وده شكلها. تمام. زي ما احنا شايفين. يا رب تكون عجبتكم، ويكون موديل جديد ويكون سهل وتقدروا تنفذوها. هحط لكم لينك الانستجرام لو حد عنده اي سؤال، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.